لو بتحس ان انت اغلب الوقت قلقان في وسط الناس، بتبعد عن التجمعات، بتبعد عن المناسبات، موبايلك على طول سايلنت، الواتساب بترد عليه كل يومين ثلاثة، ده لو رديت اصلا لان هو تقيل على قلبك، بتخاف ان انت تسأل حد عن حاجة او تتكلم او تعبر عن رأيك لحد يحرجك او يحكم عليك. لو انت عندك شوية من الاعراض دي، فانت غالبا عندك مشكلة رهاب اجتماعي. المهم ان انت تعرف ان انت مش ضعيف ومش غريب، دي مشكلة نفسية معروفة ومعروفة جدا، وليها تمارين لو انت عملتها في البيت واحدة كده على واحدة هتقدر ان انت تكون طبيعي وتتخلص من المشكلة اللي عندك. خلينا نبدأ بالأعراض واوصف لك انت بالظبط بتحس بإيه. أول ما تتحط في موقف مضطر ان انت تتعامل فيه مع ناس او في وسط تجمع او تسأل حد عن حاجة، بيبدأ قلبك يدق بسرعة قوي وكأنك بتجري في سباق، ايدك بتترعش، جسمك بيعرق، نبضك بيبقى عالي قوي وبتحس ان نفسك ضيق، بطنك بيحصل لها تقلصات وبتتوتر وبتحس ان انت عايز تدخل التويلت ومش مرتاح، وشك بيحمر جدا وتحس ان وشك سخن وكأن الناس كلها حاسة بالصهد اللي بيطلع من وشك. كل الأعراض اللي بتحصل لك دي بتخليك عايز تهرب دلوقتي حالا، عايز ان انت تسيب الناس وتمشي ومش فارق معاك شكلك هيبقى عامل ازاي. بس المشكلة ان انت ما بتبقاش راضي عن نفسك، انت بتروح البيت بتقعد تفتكر وتلوم نفسك، انت ليه مش عارف تبقى طبيعي؟ ليه فلان كان في الموقف ده عارف يتصرف، وليه فلان كان في الموقف ده عارف يتعامل وانا حاسس ان انا مش مرتاح؟